وبتبدأ قصة هذا الفيلم بسنة 1845، وبيكونوا أهالي القرية مجتمعين ورابطين مرة على الشجرة ومغطين لوشها، وبعدها بيحرقوها وبوجهوا لعبة عليها وبصيروا يقروا تعويذات وهي عم تحترق. وبعد كم يوم منشوف جثة المرة محروقة ومعلقة على الشجرة. ومننتقل للوقت الحاضر لمدينة بوسطن مع الصحفي جاري يلي بيتصل فيه رفيقه بيخبره عن خبر مشان يغطيه لمزرعة بتكون الحيوانات فيها عم تظهر عليها علامات غريبة، وبيروح لحتى يحقق بالموضوع وبيقابل المزارع هنيك، وبيعتقد إنه ابنه هو يلي عم يحط هي العلامات وما بيعطي الموضوع أي أهمية. وبيجي لعندهم القس وبيقول له إنه يبعدوا الأبقار عن الكنيسة. وفجأة بيسمع جاري صوت غريب وبيروح لعند نفس الشجرة يلي انحرقت عليها المرة، وبيشوف اللعبة يلي كانوا عم يقروا عليها، فبيدعس عليها وبيكسرها، وبعدها بيلتقط صورة للمزارع مع اللعبة ومع البقرة لحتى يعمل منهم خبر صحفي. وبالليل وهو راجع على الطريق بيشوف وحدة واقفة بنص الطريق وبيبعد عنها وبيضرب بالشجرة، وبينزل وبيشوفها فايتة على الغابة وبصير يلحقها، وبتوصل على نفس الشجرة وبتكون عم تحكي كلام غريب، وبعدها بتفقد الوعي وبعدها بياخدها على الكنيسة لعند الأب هاجان. ومنكتشف بأنه بيكون عمها لأليس يلي بتكون ما بتسمع ولا بتحكي، وبيطلبوا لها الدكتورة وبتفحصها وبتقولن إنه ما فيها شيء وكانت ماشية بنومة بس. فبيتفاجأ جاري كيف كانت عم تحكي جنب الشجرة، وبعدها بيروح جاري على الفندق لحتى ينام. بيجي تاني يوم وبيتصل فيه رفيقه وبيقول له إنه الخبر تبع الحيوانات فشل، فبيخبر رفيقه إنه امبارح شاف بنت عم تحكي جنب الشجرة وهي أصلاً ما بتحكي ولا بتسمع، وممكن يكون خبر مهم. بعدها بيروح على كنيسة هاجان، وهن قاعدين بالكنيسة بتصير أليس تسمع أصوات غريبة، فبتطلع برات الكنيسة وبصيروا العالم يلحقوها، وبتوقف جنب الشجرة وبتشوف شبح، وبتصير أليس تحكي وبيتفاجئوا الكل، وبتقولن إنه كانت عم تسمع صوت ماري اللي بتكون عم تطلب منهم يجوا اليوم الثاني يتجمعوا جنب الشجرة. بعدها بيتصل جاري بشركة صحفية كبيرة وبيقول لها إنه عنده خبر مهم كتير لبنت عندها قدرة غريبة، بس هي ما بتصدقه وبتقوله إنه القصص تبعها كلها تأليف وكذب. وبالليل بيحلم جاري باللعبة اللي كسرها وبيشوف شبح طلع من النهر وبيهجم عليه وبيصحى. تاني يوم بتتجمع العالم عند الكنيسة لحتى يشوفوا أليس، وبتطلع أليس وبتروح لعند الشجرة وبتدعي إنه بتقدر تتواصل مع السيدة مريم، وبعدها بتشوف ولد مقعد وبتقرب منه وبتحكي مع الشجرة، وفجأة بيقوم الولد وبيمشي والكل بيتفاجأ باللي شافوه. وبالكنيسة منشوف تمثال السيدة مريم وبيكون عم ينزل من عيونه دم. بتنتشر قصة أليس بالأخبار كلها وإنه هي بتعمل معجزات وتواصلت مع السيدة مريم العذراء. فبتجي مجموعة من الفاتيكان على الكنيسة وبيخبروهم إنه من زمان حصلت معهم قصة مشابهة، ولما أثبت هذا الشيء صار مزار والعالم صارت تجي تزوره. فلو كانت قصة أليس حقيقية حتصير قريتكم مزار والعالم حتجي عليها من كل مكان. بهذا الوقت بكون عمها لأليس جنب الشجرة وبتلاقي اللعبة يلي كسرها جاري، ومنشوف شبح جاي باتجاهه وفجأة بيوصل شخص على المكان وبيختفي الشبح. بعدها بيروح جاري لحتى يعمل لقاء صحفي مع أليس وبيسألها ليش اختارتك أنت بالذات، وبيجي عمها وبيحذره إنه ما يستغل أليس لحتى ينجح على كتافها. وباليوم الثاني بيروح جاري على الكنيسة وبيكونوا مجتمعين وبتكون أليس عم تغني الترانيم، وبصير عمها يسعل كتير وبيكون عم يختنق ورح يموت، فبتحط أليس إيدها على قلبه وبيصحى وبيرجع طبيعي. بعدها بياخدوه على الدكتورة وبتخبرهم إنه صدر العم كان وضعه سيء جداً، وبتتفاجأ بصورة الأشعة بإنه ما في شي نهائياً. فبيفرح جاري وإنه الشي اللي عم يصير حقيقي والخبر تبعه رح ينجح. وبالفعل صارت قصة أليس تنتشر بكل مكان والعالم بلشت تصدقها. وبعدها بتتصل الشركة الصحفية بجاري وبتقول له إنه بدهم إياه يشتغل معهم، فبيحط عليهم شروطه وبيسكر الخط بوشها. وبيكون عم أليس قاعد بالكنيسة وعم يشرب دخان، وبيشوف الدخان عم يروح لمكان بالحيط، فبيحط إيده على الحيط وبيلاقي كتاب فيه رموز غريبة، وبعدها بيصير يسمع أصوات غريبة. بهذا الوقت بيكون جاري عم يحكي مع ناتالي عن اللعبة وبتقول له إنه هدول الألعاب بينعملوا لحتى تنحجز الأشباح الشريرة، وبيحطوا عليها تاريخ بعيد لحتى تبقى محتجزة للأبد. وبعدها بيمشوا على نفس المكان يلي شافوه بالمنام، وبيخبر ناتالي إنه شافه بالحلم، وبتقول له ناتالي إنه هذا المكان بسنة 1845 صار تابع للكنيسة. وبيطلع على المي وبيشوف شبح هجم عليه، وبيخبر ناتالي إنه لازم يشوف عمها لأليس. ولما بيرجع على الكنيسة لعنده بيشوفه مشنوق، وبتجي سيارة الإسعاف وبتاخده. بعدها بيرجع على الفندق وبيرجع بيسمع أصوات غريبة وبيشوف شبح وفوراً بيختفي. ولما بيكون قاعد عم يشوف الفيديو يلي صوره ببطئ الصورة وبيشوف وميض شبح وبيهجم عليه. وبعدها بيروح لعند الدكتورة وبيقلها إنه لازم يروحوا على الكنيسة لحتى يعرفوا شو يلي عم يصير. وفعلاً بيروحوا على الكنيسة وبيدوروا وبيلاقوا كتاب، وبيعرفوا إنه بسنة 1845 كان في وحدة اسمها مريم وكانت تدعي إنه عندها قدرة على التواصل مع السيدة مريم العذراء، وكانت بتقدر تشفي الأمراض. بس بعد التحقيق بالموضوع
اكتشفوا إنه هي كانت تعمل خادمة للشيطان، فحكموا عليها بالموت، لهيك أخدوها وعلقوها على الشجرة وحرقوها، وأخدوا الرماد تبع جثتها وحبسوه جوات اللعبة. وبيسمع جاري أصوات غريبة، وبتطلع ماري وبتهجم عليهم، بس بيقدروا يهربوا. وبيروح لعند رجل الكنيسة وبيخبره بيلي صار، بس بيقله إنه هو بيعرف كل هذا الحكي والعالم مآمنة بهذا الشيء ورح يعملوا منه مزار. بس الكاهن يلي كان جنبه ما كان مقتنع بهذا الحكي. بعدها بيتصل جاري بالدكتورة وبيقلها إنه بعد البحث اكتشف إنه ماري كانت حامل، وبعد ما ماتت في مين أخذ هذا الطفل ورباه بالقرية وكبر، وبعدها كمان جاب طفل يلي هي أليس. يعني أليس بتكون من سلالة الشيطان. وفجأة بيظهر الشبح لجاري وبيهجم عليه، وبيوصل الكاهن بالوقت المناسب وبصير يقرأ عليه لحد ما بيختفي. وبيقرروا إنه يحرقوها، وبيروحوا وبيكون موعد الاجتماع تبع الكنيسة. وبيمسك الكاهن عود كبريت وبيشغله وبيرميه على الصليب، فبتشعل فيه النار وبيموت. فبيطلع جاري هو والدكتورة لبرا وبيقلها إنه هي بتتغذى على الإيمان فيها ولازم يكتشفوا هذا الشيء والعالم ما لازم تصدق. فبيرجع بفوت جاري لعند العالم وبيقلن إنه كل يلي شفتوه كذب وما له حقيقي، بس العالم ما كانوا مصدقينه. فبيحكي مع أليس وبيقلها إنه الشيطان يلي جواتها هو يلي قتل عمها. وفجأة بتسمع صوت الشيطان عم يقلها إنه خليهم يصلوا بسرعة مشان يسيطر عليهم، وإذا ما عملت هيك رح ترجع لا تحكي ولا تسمع. فبتكشف الموضوع أليس وبتقول لكل العالم إنه جاري عم يحكي الحقيقة وإنه هذا الشيطان. وفجأة بتشعل الشجرة والصليب والعالم خافوا وصاروا يهربوا. وبيطلع الشيطان وبيهجم على القس وبيقتله، وبيروح ليهجم على جاري وبده يقتله، بس أليس بتوقف بوشه وبتموت. وبتكون ماري قتلت آخر حفيد لإلها وبتموت. وبعدها منشوف جاري حاضن جثة أليس وعم يدعي ربه إنه ما تموت. وفجأة بتفتح عيونها وبترجع للحياة. وبعدها بيروحوا الكل يزوروا قبر عمها لأليس يلي مات. وأليس بترجع ما بتحكي ولا بتسمع مثل قبل. ولهون بتخلص قصة الفيلم. وإذا عجبكن لا تنسوني من اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.